كنت فاكرة ان عمايله صعبة وان هو بيحتاج ناس بروفيشنال بقى وناس يعني محنكة علشان تعمله ويطلع ناعم وشكله تحفة. لكن لو عرفت مؤخرا يعني ان في تريكات بسيطة جدا لو عملناها هيطلع احلى من بتاع المحلات حرفيا. والله يا جماعة لو عملتوه بالطريقة والاسرار والتريكات اللي هقولكوا عليها هيطلع ناعم ودايب زي ما انتوا شايفين، وبجد مش هتبقوا عايزين تشتروا من المحلات، يعني هتبقوا رافضين تشتروا من المحلات، عايزين بس القهوة اللي بيتعمل في البيت ده. بصوا يا جماعة، تعملوه بالحشوات اللي انتوا عايزينها. هنا عاملاه بالعجوة، تحفة فعلا وبيدوب، والطعم كمان حلو قوي، يعني طعمه نفسه حتى من غير سكر فعلا جميل قوي يا جماعة. جربوه بجد مش هتندموا. هي ساعة واحدة بس قبل الفطار وكانت عمل واتخبز وكل حاجة. بصوا احنا هنجيب هنا 650 جرام من السمنة، يعني سمنة نوعية كويسة، تكون ساقعة. طبعا هنا انا استخدمت الكوبايات المدرجة دي بتتباع في كل حتة على اساس تسهل قوي عليكم انتوا تعرفوا المقدار. تمام، 650 جرام يعني نص كيلو ومعاهم 150 جرام. تمام. بعد كده بجيب معلقتين من السكر البودر، وده بنطحنه في البيت. بلاش تجيبوا السكر البودر اللي هو الجاهز، لا اطحنوا السكر العادي اللي عندكم في البيت، وبنبتدي ننخلهم وننزل بيهم على السمن. لما نيجي ننخلهم هنا ده علشان نضيع لو في اي تكتلات ما تنزلش في العجينة، لو في اي تكتلات من السكر. بعد كده بجيب كيلو دقيق. بصوا انا هقول لكم كل التريكات واحنا شغالين دلوقتي. كيلو من الدقيق اللي هو صالح لجميع الاستخدامات او الدقيق المخصص للمخبوزات. طبعا هنا انا يعني ما اخبيش عليكم، انا ما بستخدمش من زمان غير دقيق الضحى. هو ده اللي انا مجرباه وما بحبش ان انا بغيره، اخاطر واغيره بصراحه يعني. بصوا يا جماعه، لو متعودين على نوع دقيق معين ما تخاطروش وتغيروه، علشان الدقيق هو اساسي في وصفات الكحك والمخبوزات. لو الدقيق ما وحش هينطر السمنه وهينشف وهيبقى النتيجه مش ظريفه. هنا دقيق الضحى انا متعوده عليه وهو كويس جدا ومتجرب. بنخله كله برضو كل الكمية، وبعد كده بحط كيس كريم شانتيه وكيس فانيليا أو معلقة صغيرة ريحة كحك. تمام، المتوفر رشة ملح. وطبعا ببتدي ان انا اخلط المكونات دي كلها. هنا برضو هنحط معلقتين سمسم متحمص. تمام يا جماعة، السمسم متحمص. لو انتوا جبتوه السمسم الني من العطار ممكن تحمصوه عندكم انتوا تحمصوه. تمام. بعد كده بقلب المكونات دي تقليب كويس قوي قوي مع بعض. قبل ما اضيف اي ميه للعجن بقلبها كويس جدا، علشان نخلط كل المكونات بشكل متجانس، ما يبقاش في حته في العجينه فيها مثلا يعني سكر وحته ما فيهاش، حته فيها سمنه وحته ما فيهاش، لا تبقى كلها متجانسه. فنصبر شويه على العجن وعلى الخلط، يعني نخلط كويس قوي المكونات دي كلها قبل ما نحط ميه للعجن. طبعا انا ببقى محضره كوبايه فيها 200 ملي من الميه الدافيه، وعليهم معلقه من السكر معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من الخميره اللي هي الفوريه اللي هي الاكياس دي. ببقى محضره اهي 200 ملي او كوبايتين معياريتين الا معلقه، كوبايتين معياريتين الا معلقه، او 200 ملي لو عندكم الكوبايه المدرجه دي. وبعد كده بنبتدي نضيف ميه العجن بشكل تدريجي. نضيف ونعجن، نضيف ونعجن ونبس كده، نبس. بصوا يا جماعه الحركه بتاعه البس دي مهمه جدا. ونبتدي نحط الميه بشكل تدريجي. الوصفه دي مظبوطه، يعني 200 ملي على اللي احنا قلناه ده هو التمام، مش هتجربوا في حاجه. الوصفه مقاديرها مظبوطه بالشعره. هنا الكيس كان مضايقني جدا. طبعا العجن هنا مهم قوي، او البس زي ما بنقول مهم قوي. هنا بنخدم العجينه كويس. طبعا هنا انا شلت الجلافز، ما كانش نافع خالص ان انا اعجن بيه، حاولت بس ما نفعش فشلته بعد كده. بنبتدي
نعجن بقى. هنا برضو شلت جلافز وقعدت طبعا يعني اعجن بايدي احسن افضل. تمام. اهي طبعا بعجن كويس قوي كده. ليه؟ عشان عايزه العجينه تبقى ناعمه، بتتقطم كده يعني بالايد كده، يعني ما فيهاش اي تشققات، علشان تبقى سهله في التشكيل بعد كده. تمام. اهو بنخبط في العجينه ونفضل نخبط كده، بنديها بوكسات كده. تمام. بعد كده خلصنا بقى كل الكميه. الميه بقى بتخلص معانا وبندمجها كويس قوي مع العجينه، يبقى كده احنا خلصنا. بنبتدي بعد كده طبعا بنشكل على طول. يعني هشتغل في العجينه دي على طول. بصوا العجينه هنا بقت خلاص ناعمه، ما فيهاش اي تشققات. بصوا يا جماعه، بتتقطم كده بالايد، يعني بتستحب معايا بالايد كده من غير اي تشققات. ببتدي اشكل بقى العجينه. بستخدم هنا طبعا الكور اللي احنا هنستخدمها هنا على حسب انتوا بتحبوا الكحك، حجم الكحك قد ايه. فهنا بستخدم انا كرات صغيره علشان احنا بنحبه بيبقى صغير. بحضر برضو معايا هنا العجوه بالشكل ده، بشكلها بالشكل الطولي ده علشان احشي بيها. بنعمل فتحة، يعني بنعمل كده حفرة في العجينة كده بالشكل ده، ونحط فيه العجوة ونبتدي نقفل العجينة عليه. بصوا يا جماعة، أهم حاجة إن انتوا تقفلوا العجينة ويبقى الحشوة متوسطنة جوه العجينة. مش عايزة أي عجينة تبان. أي عجينة بتبان بتنشف طبعا في الفرن، بيبقى شكلها مش كويس وما بيبقاش النتيجة كويسة. لازم الحشوة ما تبقاش كتيرة، يعني الحشوة تبقى مناسبة للقطع اللي انتوا مستخدمينها من العجينة، وتقفلوا عليها كويس قوي. دي برضو تركة من التركات مهمة قوي. تمام. بكمل كل الكمية. طبعا خدوا بالكم يا جماعة من كل كلام اللي احنا قلناه. نوع الدقيق مهم قوي. السكر البودر يتعمل في البيت، يطحن السكر البودر، قصدي يتنخل السكر البودر ويتنخل الدقيق. هنا استخدمنا البسطامة علشان طبعا بتبقى سريعة، بتنجز معانا. البسطامة بتاعت ممكن تستخدموا المنقاش وكل حاجة، بس كده كده احنا هنحط سكر على الكحك، فمهما تقعدوا بقى تعملوا بالمنقاش اشكال، هو في الاخر مش هتبان مع السكر البودر. بيطلع من الفرن، بنحطه في الفرن على درجة 180 رف اوسط. وبصوا يا جماعة، مهم قوي نعرف ان اول ما يعني تعليمات الخبز دي مهمة جدا. اول ما من تحت بياخد لون ذهبي خفيف قوي، بنبتدي نقفل الفرن ونبتدي نشغل الشواية لغاية لما يوصل للون ذهبي. ما نبالغش قوي في الخبز علشان ما يتحرقش مننا او ينشف. ما نبالغش في الخبز، ياخد بس لون ذهبي خفيف من تحت. نقفل الفرن، نشغل الشواية، ياخد اللون الذهبي، خلاص كده نقفل عليه ونطلعه ونبتدي نرشه بالسكر ونقدمه. بون ابيتي، بالهنا يا جماعه. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير ويعجبكم. قولوا لي بقى رايكم فيه ايه في الكومنتات لما تجربوا ان شاء الله. لو عندكم اي ملحوظه او انتوا بتعملوه بطريقه تانية قولوا لي في الكومنتات. تمام. ماشي يا جماعه، في حفظ الله. السلام عليكم.